لا وانت لسه شفت دلع؟ ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من انا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما يبقاش دلع، كده تبقى حفله. هو فيها يا باشا؟ فيني زعلان منك يا سيكا. ليه يا عيون سيكا؟ بقى يا جدع يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقه ب 17000 جنيه بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمه يا ابتسام. عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع. ساعة شيطان يا باشا. انت عارف اني ممكن احبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا، عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. انما في ابتسام. مش حقها برضه لازم تاخده ولا ايه؟ حقها يا باشا، طبعا حقها. وناوي تعمل ايه يا سيكا؟ هتدفع ولا اللي سعادتك هتقول لي عليه، اللي هتقول لي عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايره. يا بنت الجزمه يا ابتسام. امورنا يا باشا. الو، انا مش سائلك يا واطي يا ابن الجزمه عليك احكام قلت لي لا؟ سألتني. ولما سالتك ما قلتليش ان في حكم نفقه ليه يا واطي؟ ما انا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج امك هتدفع يعني هتدفع. ورحمة أم وأمك ما أنا دافع ولا مليم. هي ابتسام كلمتك؟ بقول لك ايه يالا، بكره هبعت لك 17000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمه، وعلى الله يا سيد اعرف انك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد. بقول لك إيه، ما تقفلهم 20 أحسن صاحبك بقى. اقفل يا واطي يا ابن الجزمه انت وابتسام. وبقاله قد ايه هناك؟ أنا سبته هناك يا باشا وقلت أجي أبلغ سعادتك عشان تعمل ترتيبك. طيب بعد كده ما تجيش هنا بنفسك، ولو جه الاسم تاني بلغنا بالتليفون فورا. أوامرك يا باشا. يعيش لنا كرم سعادتك يا سليمان بيه. بالإذن يا باشا. انت ليه مش عايز تصدق ان المصايب دي كلها هتفضل تحصل لك هي واللي شفته في الفنجان، وان خلاصك هيكون على ايديا انا، خلاصك من كل ده. بقول لك ايه يا مها، ما تيجي نحلها حل انت بتحبيه ودايما بيكون من اولوياتك. شيك على بياض. شوفي انت عايزه تاخدي كام وحطيهم في الشيك وانا همضي وراكي. ها تاخدي كام؟ اخدك انت. اوه يا مها. انت حكايتك بالظبط. اوعى تقول انك خايف من ريهام. لا حلوه دي. انا خايف من ريم؟ ما انت يا اما خايف منها يا اما بتحبها. انا لا بحبها ولا خايف منها. امال في ايه؟ في سر محدش في الكون ده يعرفه كله غيري انا. سر؟ سر ايه ده؟ ما هو مش هيبقى سر لو انت عرفتيه. وايه علاقة السر ده بجوازنا؟ لا، ما هو السر ده اصله مش يمنع جوازنا انا وانت بس، لا. ده ما يخلينيش اتجوز اي ست تانية في العالم. الله الله الله، شوقتني جدا اني اعرف السر ده. سامحيني يا مها، السر ده انا مش هقدر اقوله لك. ياه، للدرجة دي؟ للدرجة دي مستعد تضحي بحياتك علشان تفضل محافظ على السر ده؟ اقول لك بس تحلفي لي ان مفيش مخلوق تاني يعرف السر ده غيرك. وحياتك، وحياتك عندي ما حد هيعرف غيري وغيرك. انا اليوم اتجوزت فيه ريهام كتبت كل ثروتي باسم بسنت. بتدور عليا يا باشا بس عشان اوفر المجهود. بدور عليك. في الدرج. سالم بيه عايزك دلوقتي حالا. اوامر. سيد يا باشا زي ما امر سعادتك. مساء الخير يا باشا. هلا يا سيد، انت فين يا اخي؟ بقالنا ساعتين بندور عليك وانت مش باين. هكون فين يا باشا؟ انا تحت الامر. الظاهر انه مكسوف يقول لسعادتك انه كان في القسم من ساعتين مع الضابط اشرف، وعلى فكره يا باشا دي مش اول مره. وفيها ايه يا اخي؟ ما جايز قرايب مثلا. حسب معلوماتي مفيش اي صله قرابه. يمكن في حاجه اتسرقت منه وراح يبلغ عنها مثلا. بس سليمان بيقول انها مش اول مره. لا يا باشا، تسرق ازاي يعني؟ دي حتى تبقى وحشه في حقي. معقول يا باشا باب النجار يبقى مخلع؟ طب وبعدين؟ هتسيبنا حيرانين كده؟ شوقتني يا اخي. الصراحه يا باشا انا رحت القسم عشان العب. ايه؟
بتلعب ايه بقى؟ هكون العب ايه يا باشا؟ عسكر وحراميه طبعا. ايه يا سيد؟ ما ترد على الباشا عدل. طب والله العظيم برد عدل. اشرف بيه بيحاول يجندني وانا بحاول افلت منه من غير ما يمسك عليا حاجه. وفلت يا سيد؟ باشا انا اساسا ما ينفعش العب مع الحكومه، لان انا بايديا دول مسلم باسم بيه جواز السفر للمزيف اللي مسكوه بيه في المطار. وبعدين يا باشا انا لا غشيم ولا تلميذ عشان العب مع الحكومه، ما انا عارف ان ملهاش عزيز. ده اول هام. وتاني هام، حق العيش والملح عند ولاد البلد اللي زيي بيبقى على رقبتهم، وانا عمري ما كنت عيش وملح كلته مع حد. انا عارف طبعا ان كلامي مش هيبقى على هوا سليمان بيه اللي بيشك فيا من اول يوم رجليا دبت فيه في المكان. بس اعمل ايه يا باشا؟ لازم استحمل. اكل عيشي بقى، وهو برضو اكل عيشه انه يشك في كل اللي حواليك. تأمرني بحاجه تانية يا باشا ولا اروح اكمل لعب؟ لا، روح العب يا سيد. عن اذنك يا باشا. جاي معايا تلعب ولا قاعد؟ جاي. الظابط برضه. انا جمعتكم النهارده بعد ما استخلت ربنا وسالت قلبي كتير وشاورته. ايه رايك في الست زبيده؟ قال لي ست زي الفل. قلت له يعني اتوكل على الله؟ قال لي اعتمد، بس يا ريت تعتمد النهارده قبل بكره. عشان كده انا جاي النهارده اطلبها منك يا عم اسامه. ها قلت ايه؟ مالكم مكتومين ليه كده؟ على فكره المحامي كسب قضيه الخلع، يعني الست زبيده حره دلوقتي، عشان كده انا بطلبها للجواز. قلت ايه؟ طب ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ هتجوزها على سنه الله ورسوله. تعرف انا قلت اول ما هتشوف الفاكهه والبطيخ اللي في غير اوانه والطقم اللي انا لابسه هتفهمها وهي طايره. هو الطقم وحش؟ ده قمة الشياكة. صفستي. ايه يا عم اسامه؟ ما سمعتنيش ردك يعني. انت معانا في الملكوت هنا ولا انت بتضرب ترامادول يا اسامه؟ لا انا مش قادر اصدق البجاحه، انت خلعتيه فعلا؟ انت ليه عملتي كده؟ جرايه يا اختي، جرايه قصقص، بحافظ على ما تبقى من انوثتي ولا اهدرها. ما تسمعينا زغروطه وورده. وانت يا عم هات ايدك يلا عشان نقرا الفاتحه. يلا ها. عايز حته بطيخ. يلا يا واد. هو الراجل ده جاي يتجوز ماما ازاي وهي متجوزها بابا؟ ما تخافش يا طارق، امك مش تتجوز حد. جرى ايه يا اسامه؟ داخل جري على اوضتك بدل ما تفتح الباب وتطرده وتقول لزبيده كلمتين ناشفين.